السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفوني أنا شيماء، يا ريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل سينابون بايتس، بس هبتدي بالصوص علشان خاطر نحطه في التلاجة يسقع كده ويبقى حلو معانا ويبقى تقيل. أول حاجة أنا حطيت مكعب زبدة كبير، 100 جرام. أنا هعمل عادي خالص اللي هو الحليب المكثف المحلى، بس هحط له معلقة من القشطة اللي هي المصنعة جايباها من المنشاوي، حلوة جدا. وهحط سكر وهحط لبن بودرة وهحط الزبدة وهحط رشة بسيطة خالص من الفانيليا وكوباية من المية المغلية، وهضربها في الخلاط كويس. وبعدين هحط نص كوباية من اللبن، هحط لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصفة. ومعايا كوباية من الكريمة مضروبة، انا لازم اضربها بره كده بالمضرب الكهربائي كويس جدا. وبعدين بحط منها كوباية على خليط اللي احنا عملناه ده. وبعدين اجيب معايا هنا 6 مكعبات من الجبنة المثلثات، اي نوع جبنة كريمي بتحبيه، مش شرط خالص. في دومتي كريمي حلوة جدا برضو، ساعات بستخدمها لما بتبقى متوفرة. بس هو اهم حاجة الزبدة تبقى طعمها حلو علشان تديكي الصوص يبقى طعمه حلو. كده خلصت معايا الصوص الابيض وشلته في التلاجة. هبتدي باول حاجة بقى لعجينة السينابون. معايا معلقة من الدقيق عادي خالص، جميع الاستخدامات. هحط عليه ربع كوباية مية وهرفعها على النار لحد ما احصل على الخليط دوت، القوام دوت، اللي هو العجينة اليابانية. ده محسن طبيعي جدا. انا معايا بولة بقى بحضر فيها 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات، نخلتهم كويس. لازم ننخل الدقيق لأي حاجة، علشان خاطر لا قدر الله لو في دودة أو سوسة أو أي حاجة نلاقيها. وكمان بيدخل كمية هوا حلوة في الدقيق. وبعدين حطيت معلقة من اللبن البودرة، وحطيت بيضة، وحطيت رشة من الملح، رشة بسيطة خالص. وحطيت ربع معلقة من البيكنج باودر الكيك شيف، وكيس خميرة كامل، وأربع معالق سكر. لكل كوباية دقيق معلقة سكر. وحطيت معلقتين كبار من السمنة او الزبدة اللي متسيحة اللي حضرتك تحبيه وتريحيه. وبعدين حطيت لها نص كوباية لبن. وبعدين لقيت العجينة يابسة معايا، حطيت لها مكان اللبن حطيت لها ربع كوباية مية. فضلت اعجن لحد ما احصل على عجينة تبقى طرية معايا شبه اللي باينة بالظبط. لنجاح المخبوزات لازم تبقى العجينة تبقى طرية بس مش بتلزق. وبعدين انا وصلت لمرحلة ان اخليها تبقى عاملة شبه اللي فيها عرق كده بتمط معايا. سبتها تخمر، وبعد ما خمرت جبت بقى كده شوية رشة من الدقيق وفردت العجينة معايا. وحضرت الصوص سوري الحشوة اللي هنحشيها من جوه. نص كوباية من الزبدة، وعليها سكر حبيبات، وعليها قرفة، ومعلقة من الكاكاو. طبعا لو حضرتك ما بتحبيش القرفة ممكن نستخدم نسكويك، نجيب النسكويك ونحطه على الزبدة ونشتغل عادي خالص، مفيش اي مشكلة. بس سينابون يعني قرفة. طبعا مش حابة القرفة قوي، فعندك البديل ممكن تحطي النسكويك، ممكن تخففي القرفة شوية، مفيش اي مشكلة معاكي. جبت صاج مدهون بقى بقطعة زبدة بسيطة خالص، حابة تحطي على ورق زبدة مفيش مشكلة، بس انا بحبه كده بصراحة علشان انا بسقيه لبن. وبعدين هنا قطعت باقي الخليط بقى لسينابون كبير. هتشوفوا الكارثة اخر الفيديو علشان خاطر السينابون الكبير دوت. بدأت هنا ألف السينابون عندي، وغطيت السينابون البايتس الصغير بدأ معايا اهوت يتنفخ، خمر شوية. دخلته طبعا الفرن، قعد معايا بالظبط 10 دقايق وطلعته. هكون محضرة كوباية من اللبن، هاخد منها نص كده او ربع مش كتير، المهم ان انا اسقي السينابون البايتس بحاجة بسيطة من اللبن زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعدين هدخله بقى الفرن يكمل بقية سواه وياخد اللون من فوق ومن تحت طالع رهيب وهش وحلو وقطني جدا جدا. انا لو فضلت اديله يعني اقول فيه اشعار مش هوفيه حقه بصراحة. كده خلاص جهز معايا. هوريكم بقى تطلعوا اوردرات ازاي. انا بجيب الاطباق ديت بتاخد 8 من السينابون البايتس. الطاجن ده بيطلع ب140 جنيه. طبعا حسب التكلفة اللي حضرتك عاملاها، ممكن تطلعيه اقل من كده، تطلعيه اغلى من كده. طبعا ده حاجة بترجع لك. انا بحط له الصوص دوت وبيطلع ال8 قطع.
وحطاله بقى الصوص الابيض، شايفين تقيل اللهم بارك، تحفة جميل جدا وبيبقى طعمه حلو قوي. وهنا معايا كريز، ابتديت احط كده على كل اتنين شبه بعض، ونوتيلا عندي، وجبت كمان صوص الفستق، وحطيت صوص كراميل، وحطيت بقى مكسرات، هنا عين جمل وشوية من الكريسبي. لو عندك شوية فستق تحطيه على صوص الفستق، دي حاجة ترجع لك. يبقى كده انا خلصت الاوردر بتاعي وقلت لكم سعر التكلفة. شوفوا بقى الكارثة اللي حصلت، انا حبيت اروق على نفسي كده، حطيت النسكافيه وزي ما انتم شايفين البهدلة. وكلت بقى وعشت مع نفسي كده في السينابون، طعمه رائع رائع رائع، اتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.